السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كحك العيد بطريقة سهلة وبسيطة، ولو انت أول مرة تعمليه ومشيتي على الوصفة إن شاء الله تعملي أحلى كحك. هنمشي مع بعض إن شاء الله على الوصفة والمقادير. هنبدأ أول حاجة، هنعمل مقدار كيلو من الدقيق. معانا هنا كيلو دقيق منخول، اي نوع بقى انت كده تكوني واثقه منه ويكون كويس، حتى لو هو سايب من عند العطار. كيلو دقيق منخول كويس جدا. هنحط عليه 3 معالق كبار من السمسم المتحمص زي ما انتم شايفين كده، تشتري من عند العطار او انت بتجيبيه وبتحمصيه، بس طبعا يفضل ان انت تجيبيه كده من عند العطار يعني. ومعانا هنا رشة من الملح، طبعا لازم رشة الملح اللي هي السنة. ومعانا معلقة صغيرة من المحلب المطحون. بتجيبي المحلب من عند العطار، بتجيبي مثلا ب20 جنيه محلب، وبتحمصيه لمدة دقيقتين كده على نار متوسطة، وبعد كده بتطحنيه طحن ناعم جدا، بيبقى بالشكل ده. او ممكن لو في عطارين بيبيعوه عندك مطحون هاتيه مطحون. حطينا معلقة صغيرة من المحلب، واوعي تزودي عن كده علشان ما يمررش الكحك معاكي. بعد كده حطينا معلقة كبيرة من السكر. ان شاء الله هكتب لكم المقادير، لو على بتتفرجي على اليوتيوب هتضغطي على عنوان الفيديو هيجيلك في صندوق الوصف، ولو على الفيس او التيك توك هتلاقي في اول تعليق ان شاء الله. بعد كده بقى قلبنا المقادير الجافة اللي عملناها، جبنا نص كوباية دافية من المية، وحطينا فيها مقدار معلقة من الخميرة، معلقة كده كبيرة من الخميرة، هي معلقة مش اكتر من كده على كيلو الدقيق. وحطينا معاها معلقة كبيرة من السكر. الخميرة علشان تشتغل لازم يبقى معاها سكر بتتغذى عليها، يعني بتشتغل على السكر، لازم تحطي معاها سكر. وهنركنها بقى على جنب كده. معانا هنا 550 جرام من السمنة، ويفضل ان انتي توزنيها علشان تبقي متأكدة من الوزن، وتكوني بتوزنيها وهي جامدة كده. بعد كده بنسيحها، بنفكها على النار، وبنحط عليها كيس من الفانيليا، سواء بقى اي نوع سمنه حابه تحطي، بلدي على نيوزيلندا، على اسفه، على سمنه عاديه، على هولندي يعني، او بلدي بس او هولندي بس اللي تحبيه، بس 550 جرام. حطيناهم بقى على الدقيق زي ما انتم شايفين، وهنقلب كده. انا بدفيها بس مش بقدحها. لو انت هتعملي كميه كبيره من الكحك اقدحيها. لو يعني كيلو هو حلو ان انت تدفيها بس عشان ما يبقاش تقيل معاكي. وبعد كده بقى هنبس العجينة بعد ما حطينا عليها السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي اهم خطوة في الكحك، لو الخطوة دي اتعملت صح الكحك ان شاء الله يطلع ناجح معاكي وحلو جدا، لان هي بتوزع السمنة على الدقيق كله، ما بتخليش العجينة تبقى مكتلة، بتبقى ملسة كده. فلازم اهم حاجة الخطوة دي، طريقة البس اللي انتوا شايفينها دي مش عجن، لا نبسها. بعد كده بقى جبنا نص كوباية المية اللي حطيت فيها الخميرة، وهنبتدي بقى نرشرش ونقطع العجينة كده. دي طريقة عجينة الكحك، التقطيع، نرش ونقطع زي ما انتم شايفين، ما نعجنش عشان احنا مش عايزين العجينة يبقى فيها عرق زي ما يكون مثلا بنعمل قرص طرية او بيتزا، لا، دي طريقة عجينة الكحك، بنرش ونقطع. بعد كده لو احتاجت مية لانها مشققة، يعني كيلو الدقيق او كيلو الكحك ما نحطش عليه اكتر من كوباية مية. لقيناها ناشفة هنزود سمنة، يبقى كده محتاجة سمنة. لقيناها مظبوطة وبقت ناعمة وملسة كده، خلاص كده ايه الدنيا اتظبطت. ما تحطوش اكتر من كوباية مية علشان الكحك ما يقلبش قراقيش وينشف معاكم. خلي بالكم يعني من الحتة دي كويس. انا هنا زودت حوالي ربع كوباية على النص، وكانت معايا اتظبطت خلاص. لو كنت لقيتها نشفت كنت هزود سمنة، يعني ممكن مثلا نص معلقة سمنة كده، حتى لو اللي هي السمنة المرملة مفكوكة شوية كده نحطه ونعجن. لقيناها اتظبطت خلاص. لكن المية اكتر من كوباية الا ربع كوباية بالكتير قوي. لو انت سمنتك زيادة مثلا كوباية بالكتير قوي، غير كده تزودي سمنة. وبرده ما تزوديش كتير، لا، بتزودي يعني حبة حبة صغيرين كده.
بعد كده بقى هنبتدي ننقشه زي ما انتوا شايفين بقى باي حاجه. بنجيب صواني الومنيوم وما بندهنهاش. احلى سوى للكحك الصواني الالومنيوم، مش بندهنها، كده كده الكحكايه فيها السمنه، مسافه ما بتحطيها في الصينيه بتعمل القاعده تحتيها السمنه، الزيت هيغمق وهيحمصها زياده عن اللزوم. وهنبتدي بقى نرصرص كده وهنسيبه يهدى ساعه، يعني يخمر ساعه. وبعد كده هنسخن الفرن لمدة 5 دقايق على نار عالية. بعد كده اما نبتدي نحط الكحك فيه هنوطيه على درجة حرارة، لو فرنك يعني حامي قوي هتبقى 170، لو فرنك وسط تبقى 180. هنحطها في اول شبكة كده من تحت، هنحطها الشبكة في اول دور، هنحط الصينية فيه. وبعد ما نلاقيه قاعدته احمرت هنشغل الشواية من بعيد كده، ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. الكحكايه دي مظبوطه، ولا ناعمه قوي اللي هي مسافه ما تحطيها تتكسر، ولا اللي هي ناشفه. مظبوطه، كحكايه مظبوطه. لو اول مره تعملي الكحك زي ما قلتلك ومشيتي على الوصفه دي ان شاء الله هتعملي كحك حلو جدا زي ما انتوا شايفين نعمته حلوه جدا ما شاء الله يعني، وطعمه حلو جدا والسوا بتاعه مظبوط. جربي الوصفه ان شاء الله هتعجبك، وسهله جدا. اسهل طريقه للكحك. شايفين السوا من جوه برضو ما شاء الله مظبوط، فاتح من جوه ومستوي من بره وفي نفس الوقت ناعم. ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم جدا. وطبعا لو وصلت الفيديو لغايه هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك وتعليقك اللي بيبسطني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.